رد فعل ام محمود بعد الحادث اللي عمله زياد غير طبيعي، غير طبيعي. وكمان ليه زياد نزل الفيديو على قناة يحيى وما شفناش يحيى؟ وليه يعني حاجات كتير جدا حضراتكم سألتوا عنها. يعني في سؤال محترم جالي، هو زياد ليه ما نزلش الفيديو على قناة ام زياد؟ ومين اللي كان موجود معاه؟ اسئلة كتيرة جدا، اسئلة كتيرة جدا جدا جدا. ولكن خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة، ناخد الموضوع واحدة واحدة. تسلم. خد ثواب عظيم الاول، عط لسانك بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. صلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لايقك المحترم واشتراكك، يعني اللي دايما بتشرفني بيه وبتنورني بيه. انت حد محترم وحضرتك انسانه محترمه، وكلام كل محترم على عيني وعلى راسي. تمام؟ بقى نخش بقى في تفاصيل الفيديو اللي يعني الناس زعلانه وقلقانه، وايه اللي حصل، وايه ردود الافعال، وازاي مخلين زياد يركب العربيه ويعتمد على نفسه وماشي على طريق صحراوي وماشي على سرعه 100، ومين كان معاه وراح فين جاي منين. حاجات كده كبيره جدا. ولكن انا عايز بس ارد على السؤال الانسانه المحترمه اللي بعتت لي على الفيديو اللي انا نزلته قبل ده. بتقول لي يعني اشمعنى زياد ما نزلش على قناه يوميات ام زياد، وليه نزل على قناه يحيى، وليه ما شفناش يحيى؟ ولو فعلا يحيى متاثر او الموضوع يعني كان فيه يعني زعل، ما كانش الفيديو نزل على قناه يحيى حوار او يحيى او دكتور يحيى. ف الموضوع يا جماعه ملوش علاقه ينزل فين الفيديو. لسه هنشوف فيديوهات تانية لسه هتنزل على، زي ما انا رديت على الست المحترمه، على قناه ام زياد. ولسه كمان يحيى هينزل رد فعله بعد اللي حصل وبعد الحادثه ديت، والاحداث والتفاصيل ده كله هيحصل. ولكن الناس يعني عايزه تطمن، هو زياد ايه اللي حصل؟ بص يا جماعه، حادثه، رد فعل، صدمه. يعني احنا قلنا في الفيديو اللي فات زياد واخد طاسه الخضه، الكدمات اللي فيه مش هيحس بيها. انا بقول مليون في المية هيروح لدكتور يكشف، عشان خاطر اكيد الولد متاثر بالحادث. حادث مش صعب، مش سهل. احنا شايفين العربيه، وش العربيه من قدام متخرشم او متبهدل بالكلمه وبالمعنى، متبهدل بمعنى كلمه متبهدل. فالموضوع ما هوش حاجه كده وخلاص، لا، ده الموضوع ده يا جماعه بنوصل بيه رساله للناس اللي ما بتخافش ربنا، الناس اللي بتمشي عكس خط السير. انا اسف وانا بصور لكم الفيديو اللي فات الموبايل فصل فما قدرتش اكمل، فانا حبيت بس ان انا اكمل في الفيديو ده. وبالمره الناس عايزه تعرف ردود الافعال بتاعه الحاجه ويحيى والعيله ككل، يعني ان احنا ما شفناش حد بقى يعني كتب كلمه ولا حد الف سلامه يا زياد او من اي حد. بصوا يا جماعه، الامور اللي بتكون خاصه بالسوشيال ميديا ممكن فيديو ينزل اللي نزله زياد ويحصل احداث تانية. هم دلوقتي مثلا في الصيانه، هم لا قدر الله زياد بيكشف عنده دكتور، فممكن يكون البعد او عدم الاهتمام، سواء بكومنت او قصد بمنشور بينكتب ان هو قدر الله مشاع فعل او كلام زي كده، بيكونوا مشغولين. ولكن كل ده هيحصل، يعني ممكن في ساعات قليله جدا تلاقي محمد عامل منشور قدر الله مشاع فعل، نفس القصه حسن، نفس القصه طبعا محمود ابو زياد، يعني هتشوف الكلام ده كله. ولكن الناس اللي بتمشي عكس خط السير، يا اخي اتقي الله. يعني احنا هنقول لما يجي لا قدر الله يحصل اي حد ويحصل مثلا حاله وفاه او يخبط حد يخبط التاني او، طب ما انت ليه تعرض نفسك وتعرض الناس لحاجه زي كده؟ يعني الولد حب يفادي
في مكنه يا جماعه، عشان خاطر لو ما خدتوش بالكم من كلام زياد، هو ماشي في الطريق اتفاجئ ان في حد قطع عليه الطريق، مكنه صين، خلاص هو هيخبط فيه. فزياد عمل ايه؟ راح لافف العربيه ودخل في التلتوار عشان يفادي الراجل، دمر نفسه، دمر. ولا قدر الله لو العربيه ما فيهاش امكانيات ان هي امكانيات الحمايه، كان ممكن زياد لا قدر الله يروح فيها، كان ممكن يروح فيها حرفيا. لان احنا شفنا الحمايه او حزام امان والحمايه اللي في العربيه دفعته، برغم كده كمان الازاز كمان مكسور والعربيه من قدام شبه يعني متدمره. ارواح الناس مش لعبه، لان الناس اللي بتمشي عكس خط السير، ارواح الناس ما هياش لعبه. ويا زياد معاك رخصه وزي الفل وكلام زي كده، اي حد يتوخى الحذر. يعني في مناطق زي ديت هنقول مثلا مش مناطق سكنيه، طب انا المكان ده مسموح لي ان انا امشي بسرعه كذا. الواحد دايما التأني في التأني سلامه. انا واحد من الناس لما اجي امشي اروح هنا ولا هنا، يعني بكون متوخي الحذر، لا قدر الله يحصل حاجه، حد يطلع، انا مش ضامن. فخلي بالك يا ابني، دي رساله لكل الناس، خلي بالكم من نفسكم. الحاج محمود الموقف زي ده صعب عليها يا جماعه، يعني الست يعني برضو صدمة وفاة ام زياد ووفاة الحاج جابر رحمة الله عليهم، وادي يعني الولاد حمدي والمشاكل والزعل ست برضو يعني شايلة اكبر من طاقتها. والمشاكل اللي كانت مع قبل كده مع ابو زياد، والاحداث بتتوالى. يعني العيله دي كل شويه مثلا لما يحصل هدوء يحصل شويه بروباجندا كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. في صدمه، زعلانين جدا، يحيى مصدوم، الموضوع هيكلف، الموضوع مكلف جدا، ولكن فدا اي حد وسلامه الولد طبعا زياد من اللي حصل له. فربنا يا رب يحفظنا بحفظه يا رب. والناس بتسأل يا عم أحمد هو كان رايح فين؟ ومين اللي كان معاه في العربية؟ والدنيا فيها إيه؟ ده يا جماعة اللي إحنا إن شاء الله هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي. مين اللي كان مع زياد؟ حد كان معاه؟ في حد كان معاه. طيب الحد ده حصل له حاجة؟ طب ليه زياد ما حاولش يوضح الكلام ده؟ ده اللي إحنا هنعرفه في الفيديو القادم إن شاء الله. حبينا بس نعرفكم الدنيا فين والاحداث بتقول ايه. احبكم في الله، بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. اشوفكم يلا على خير، مع الف مليون سلامه.